لو عايز تعرف ايه اللي بيحصل في دوري ابطال الملكي في الجوله الاخيره خليك معايا لبعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا عبد الله عبد الرحمن ودي قناتكم الشريط المخالف. الدوري ابطال الملكي وصل لمرحله من النديه والاثاره غير متوقعه. سندوة بين قوسين او ادنى ان هي تحسم الدوري في اخر جوله ضد سامح الزعبوري المان سيتي. سامح الزعبوري عمل اداء قوي جدا وعمل مباراه ضد بروسيا دورتموند كريم عبده وابراهيم سعد فوق مستوى التوقعات. ماتش خلص 5-5 يعتبر افضل مباراه في دوري ابطال الملكي الى الان. بعد ما يلاقيش غير الشادي يلعب يمين لدنجا، دنجا لحق الكوره لكريم عبده، كريم ثاني، كريم لشعبان، والله جميله من شعبان وجول جول 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 جول. هات الكوره والعب يا راجل، هات الكوره والعب ال5-5. عملوها بالخير 5 ونص. يلا نرجع تاني للفوق ونقول كده 5 لكل الفريقين. وقدامه موقعة تانية ضد سندوة. هل سندوة هتحسم الدوري سواء الفوز او التعادل، ولا سامح الزعبوري هيبقى له رأي تاني ويرجع المنافسة على الدوري لدورة ثلاثية او رباعية بينه وبين فريق نصار ارسنال وبينه وبين اتلتيكو مدريد؟ ده اللي هنشوفه في اخر جولة ان شاء الله يوم الخميس الجاي اللي هيبقى يوم حافل بالمتعة والاثارة. دعوة لكل عشاق كرة القدم في سنهرة بالحضور للنادي الملكي لمباراة القمة والاثارة بين السد وبين نصار وبين برشلونة سندوة وبين سامح الزعبوري المان سيتي. ان شاء الله يكون يوم جميل وكلكم تتمتعوا باليوم ده ويبقى يوم كروي ممتع. طيب نيجي بقى للفقره اللي كلكم بتحبوها وفقره اللعيبه اللي بتتنافس على احسن لاعب في دوري ابطال الملكي. اللجنه المنظمه اختارت 10 لاعبين هم دول اللي هيتم اختيار منهم افضل لاعب في دوري ابطال الملكي وبرضه افضل حارس. ال10 لاعبين زي ما انتم عارفين في منهم من برشلونه في اللاعب عصفوره واللاعب بيطه اللي عاملين طفره في دوري ابطال الملكي. بعد كده عندنا من فريق المان سيتي عندنا ابراهيم حكاكه اللي عمل شغل عالي قوي 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 قوي. كمان اللاعب سواريز اللي برضه عامل طفره في فريق المان سيتي، ومعاه اللاعب ابراهيم هشه اللي بينافس على لقب الهداف. كريم منتظر على نار هيورينا مبدع ملك التهويش في القلبيه كريم عبده. والله جول 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 الرابع ولا ايه؟ السوبر هاتريك هداف البطوله هو هشه على الفك والدورات. جدا حسان قال له خد انا مش عايز هدايا، خد انت الهديه دي يا بابا. بابا يا بابا يا بابا. هشه احسن لاعب اللقاء في اختيار اللجنه المنظمه حسابها في بعد كده يقرب براحته. السيد سوريس تاني للسيد هيحط ربع ولا ايه؟ الربع ولا ايه؟ الربع ولا ايه؟ جول 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 على طريق كريستيانو جورجو رونالدو 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 رونالدو. السيد سوريس يحط الرابع. بابا يا بابا يا بابا. الرشاش هو البابا. عادي يا عم محب. نيجي بعد كده لفريق اتلتيكو مدريد اللاعب بيضه، اللاعب الكابتن احمد طلعت اللي عامل اداء عالي جدا 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 مع فريق اتلتيكو مدريد.
وطبعا مش هنقدر ننسى اللاعب كريم عبده لاعب نادي اها، اللي بصراحه يعني انا اتوقع ان هو ده هيبقى احسن لاعب في دوري ابطال الملكي، رغم ان المنافسه شديده جدا ما بينه وما بين التسع لعيبه الباقيين، لكن كريم عبده بصراحه اكتر لاعب عجبني في دوري ابطال الملكي الى الان. وبينافسوا طبعا من نفس فرقته الكابتن شادي المحترم جدا والخلوق جدا والحريف جدا. والعلى الطويله يمين مش لحد خالص توصل للشباب، هيعمل الراجل طلع للجزار، الجزار هيعمل ايه؟ بيوقف كده ما تعودناش منك على ما ننساش طبعا كده قلنا 8 لعيبه، فاضل 2. الكابتن علاء عصام اللي فاز بالكره الذهبيه في دوري نمول، وفاز باحسن لاعب، وفاز بالهداف، وفاز بكل حاجه تقريبا في نمول. علاء عصام قرب يقفل اللعبه بصراحه. علاء عصام جول خلي بالك الضغط والعدوان الثلاثي اللي كان على مصر هيتعمل عليك النهارده. جول علاء عصام لسه بقى العدوان الثلاثي نزل بواحده سام 6 وارهجان كان دقيقه وقت محتسب بدل ضاع يا بيجي بيرد عليا بيقول. وطبعا ما ننساش الاسطوره نصار اللي ما ينفعش نختار لعيبه في سنهره من غير ما نحط اسمه. الكابتن نصار حتى لو ما لعبش لازم اسمه يبقى موجود. كابتن نصار للناس اللي هي بتشكك على قدرته بنقول لهم لا، نصار لسه موجود. الكابتن نصار لكل الناس اللي بتقارن ما بينه وما بين ناس تانية، المقارنه دي ظالمه لاي حد. الكابتن نصار غير اي حد. الكابتن نصار لو بربع رجل هو احسن من اي حد. دول ال10 لعيبه اللي بينافسوا على دوري ابطال الملكي، ومعانا طبعا 3 حراس هم اللي بينافسوا على جائزه احسن حارس. الكابتن محمد سالم بصراحه اللي انا بحبه جدا وبعتبره خاص صغير. الحارس محمد سالم عامل اداء غير متوقع وبيتفوق على نفسه في دوري ابطال الملكي. الكابتن محمد سالم الحارس الثاني ابراهيم اوكا اللي مستواه تطور في الجولات الاخيره، واللي فريق بروسيا دورتموند بيدفع ثمن ان هم بيبدلوه وان هم دايما بيغيروه ما بين الشوطين. ابراهيم اوكا لو بيلعب الماتش كامل مع فرقته هيفرق جامد مع فرقته، وبينافس فعلا بجديه على احسن حارس في البطوله. وطبعا الحارس الثالث الكابتن ميدو الزعبوري اللي بصراحه شال فرقته جامد قوي 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 في اخر ماتش، وكان من اهم اسباب التعادل قصاد فريق كريم عبده وسوكسوك وشعبان اللي هم فريق بروسيا دورتموند. اتمنى التوفيق لكل اللاعبين، واتمنى التوفيق بصفه خاصه للحراس ال3 حراس. بصراحه ال3 احسن من بعض، وال3 انا بعتبرهم اخواتي، واتمنى لكل الجميع التوفيق. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.